دلوقتي كل واحد منكم يا رجاله عارف مكانه زين. انا عاوز الحراسه تحوط الجبل طول الليل من غير اي حد ما يحس بيكم. فاهمين يا رجاله؟ فاهمين يا كبير. طب يا ناجي جرالكم ايه يا علي حسان؟ لو انت تعاركوا معانا ولا ايه؟ صبرك يا همام، هتعرف كل حاجه دلوقتي. مناع قصر الكلام يا همام وقد أفرطه. انت تطلع كام نفر حراسة على حدود الجبل من نواحيكم، مش عايزين حد يدخل وسطنا. أغراب زي اللي انت دخلتهم يا همام. اغراب ايه؟ مفيش اغراب ولا حاجه، ده واحد صاحبي من الخواجات، ولو عايز تعرف جاي لي ليه اقول لك. انا ما يهمنيش، جايب لي قنابل ممكن تهدي النجعب اللي فيه. قنابل؟ اهو ده اللي كان ناقصنا هو كمان. اسمع يا همام، همنا بيننا وبين بعضنا مقدور عليه، لكن لما الهم ده يجينا من بره هيبقى خطر وهيحطه فوق راسنا كلنا. خطر ايه اللي محوطنا ده؟ الحكومة بتفتش نواحي الأرض الجديدة، بدهم يعثروا على أي دليل يوصلهم لغاية هنا، افهم؟ ولو الحكومة عرفت إن في حشيش ممكن يتزرع هنا هتلاقي الطيارات فوق راسنا والجيش هينزل يحوطنا من كل ناحية وهنروح في داهية كلنا. فهمت؟ جيش؟ طب والعمل ايه دلوقتي؟ احنا نبني عشش وخيام في أرض جديدة ونقعد هناك. كم بيت من عندنا وكم بيت من عندكم هيفتكروا دي نهاية المطاف، والحكومة لما توصل لحد هناك يقطعوا العشم يخشوا في الصحراء ويوصلوا لجبل العين. فكرة زينة يا مناع، أنا معاك يا كبير في اللي بتقوله، وأدي يد أهي، حطها في يدك. اللي بيني وبينك يا همام كبير، أكبر بكثير من أن أحط يدي في يدك. يلا يا رجاله اعملوا لكم همه، حملوا البوص ده بسرعه. ودي هناك وانت حط هناك. يلا يا رجاله اعملوا لكم همه واسمعوني كلكم. ده المطرح اللي هتعيشوا فيه لحد ما نجمع الحشيش. يا ريس مغاوري بقول لك مش ممكن يصبوا علينا قبل ما نودوا حاجاتنا هناك؟ طمن يا شوقي، ناجي ومناع قاعدين عند المقاول ومش هيخلوا حد يتعتع من مكانه الا لما نخلص. يعني الليلة لازم نبيتوا في البيوت دي كأننا عايشين العمر كله هنا. شهيد شوقي خد الحبال دي عطهم للحريم يعملوا بيها حبال غسيل ينشروا عليها خلقاتهم. عايز اي حد يطب هنا يعرف ان احنا عايشين هنا من زمان. سبحان الله، كل البيوت دي اتنصبت في يوم واحد. بقول لك ايه يا ابوي، شكل مناع مش هيعرف يطلع حد من الارض بعد الغمه دي ما تنزاح. جت لي البندريه على الطبطاب ومش هيطلعوا منها ولا بالطبل البلدي. وبكره العشر بيوت بتوعهم يبقوا 20 ويقولوا دي ارضنا بوضع اليد. معاك حق يا شاهين، عشان كده لازم نحذر مناع، والا الايام اللي جايه هتبقى ايام كحله. يلا يا رجالة هموا شوية بالوكل خلي الناس تتغدى. ربنا يكرمك يا مناع بيه. مناع بيه متوصي بيكم في اللحمة قوي. والله طالما مالك توكل فيهم ما ينفعوا ابدا ولا يخلصوا شغل. لا حب على قدكم، أنا عايز البيوت دي تخلص قبل الشتاء اللي جاي. احنا فين والشتا فين؟ مش حكاية مباني وبس يا باش محاسب، في تشطيب محارة وسباكة واللازم منه. انت خايف ليه كده من الشتا يا مناع بيه؟ أبدا، عايز أأمن أهلي وناسي، أعمل لهم حاجة، أبني لهم بيت من الخرسانة والطوب. انا بالحق فين اهلك دي؟ انا بقالي كتير ما شفتش حد منهم. بتسأل ليه يا باشمهندس؟ عايز اشوف العيله اللي ليها راجل زيك عاتل همهم وبيسعى لصالحهم. ما هو لولاهم برضك ما كناش عمرنا الأرض دي وزرعناها وجالنا خير، وكلنا وبعناه وكسبنا والحمد لله. يعني هم قاعدين هنا في العزبه؟ بعيد على حدود أرضي مع الصحراء. وبقول لك ايه يا باش محاسب، احنا طبعا صعايدة، يعني ما ينفعش حد من الناس اللي شغالين معاك يعتبوا ناحية الأرض. البيوت عندنا ليها حرمة، ولا ايه يا باش محاسب؟
في دي عندك حق يا مناع بيه. معناته ايه الحديد ده يا سنيور؟ يعني اتضحك عليا؟ اشتريت شويه حديد بالالوف دي كلها؟ مش انت بس اللي انضحك عليك، انت والغبي اللي اسمه ستيف. والدليل اهو، دي المفروض انها قنبله، اول ما بتنزع الفتيل كده اهو وترميها. حاسب 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 يا سنيور، هتفرجع فينا وتموتنا. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ القنبله في شنك. ما قلت لك حته حديد خرده في شنك بتطلع دخان وبتنفجرش. كده يا ستيف؟ تضحك عليا انا؟ يمين بالله ما مهملك غير لما ترجع لي فلوسي. يمين بالله يا ستيف ما مهملك غير لما اقتلك. انا كمان انضحك عليا زيك بالظبط، بس اطمن انا مش هسيبهم. مش هتسيبهم؟ انا اللي مش هسيبك يا ستيف غير لما اقتلك. لا ترجع لي فلوسي. بس بقى، ولا انت ولا هو هتعرفوا تعملوا حاجه، لانكم اتعاملتوا مع تجار سلاح نصابين. برضك مش هعمله. هو اللي خد فلوسي وهو الملزوم يجيبها لي. هو اللي اختارهم. كان ممكن ما تعرفش، انا اللي عرفت المصيبه دي وجيت بسرعه احذرك. وسع. عندك حق، عندك حق يا سنيور. كان ممكن ادخل معركه كيف اللي فاتت ورجالتي يجوا يرموا القنابل ما تفرقعش ويتقتلوا فطيس كده، يتقتلوا فطيس. عشان كده عايزك تهدى وتطمن ان احنا بنحميك، بس لازم تسمع كلامنا كويس قوي. تاني يا سنيور، عايز نسمع كلامك تاني؟ لا، انت المرة دي اللي هتسمع كلام انا عمام البنداري يا سنيور، كبير عيلتي. دلوقتي بقى مفيش حاجه اسمها عيله حسان وعيله البنداري، النجع كله بقى عيله واحده وفيها ملك واحد بس، هو مناع، وانت هتبقى الوزير بتاعه. يعني ايه؟ يعني مناع هيبقى ملك الناجي، ملك عليا وعلى عيلتي غصب عننا. يا ريت تعرف تعمل اللي هو بيعمله، ده يبقى يوم المنى، على الاقل نخلص منه ونحطك ملك بداله. ده تعبنا قوي عبال ما رجعناه يزرع الحشيش من تاني. راح وين بس؟ راح وين؟ حته دفتر اسود قد كده، ايه عفريت بلعه؟ واحنا هنعرفه منين بس يا ولدي؟ ابوك هو اللي كان بيدس كل حاجه بنفسه ويعرف مكانها. افتكرت ابويا كان بيدسه في صندوق الفلوس اللي اتسرق. صندوق الفلوس اهو، من يوم ما سرقت الفلوس ما حدش لمسها. يخرب بيت ابونا واللي جابنا، يعني اتسرق مع الفلوس، اتسرق. الحمد لله لقيته، عقلي كان حيشت. ليه؟ هو مهم قوي كده؟ كاتب فيه كل تفاصيل الخلطه، صعب افتكرها بعد السنين دي كلها. لو البندرية عرفوا كده كانوا خدوه هملوا الفلوس. الخواجه بني كان جايب لنا واحد من كولومبيا يعلم، واحد من امريكا الجنوبيه يا هبله يعلمنا الخلطه، وانا كتبت كل حاجه وراه. كاني كنت عامل حساب اليوم ده. ما بلاها يا ولد زراعه الندامه دي اللي هتجيب لنا الخوف ووجع القلب. مش بخاطري يما، مش بخاطري، انا مجبور من الخواجات، ولو ما طوحتهمش هيبلغوا ضد الحكومه، وكل اللي عملته طول عمري هيتهد في ثواني. يعني يا مناع تقعد طول عمرك متهدد كده؟ طول ما هم محتاجين لي ما هيقدروش يعملوا حاجه، وبامر الله هيجي اليوم اللي اخلص منهم ومن ابوهم. اعمل ايه؟ ما قدرش اتحامى في الحكومه. ان شاء الله يا ولدي ربنا هينصرك عليهم. هي دي بقى عيلتك يا مناع؟ ولا حركه. اوعى تضرب مكانك. اوعى تضرب، ما تضربش. بتبصص على النسوان. انت مش عارف انا مين يعني؟ انا المحاسب بتاع المقاول. محاسب؟ والله العظيم. الحياة يا بابا كنت هتبص علينا. اقفل خشمك منك ليه؟ خلاص. في ايه شايل؟ لقيته واقف بيتجسس علينا من غايه ابوي. الراجل قليل الحياه ده كان متداري وسط الدرع هيبص عليه. خلاص يا نفيسه روحي. ادخل يا حرمه منك ليه؟ لا ابدا والله يا حاج، الموضوع ما فيه ان انا كنت بدور على حاجه كلها ومش قصدي حتى اساله مناع بيه صاحب العزبه. هو وبكري عارفين ان ما باكلش اللحمه الضاني مع العمال. تقوم تقعد مطرحك وتطلب اللي انت عايزه واحنا نجيبه لك. اللي انت عملته ده عيب. ونعرف منين بس ان في ستات وناس هنا يعني؟ سالت مناع بيه وقال لك انه مقعد عيلته في اخر الارض. تقوم تجرب نواحينا؟ قلة حياه. الجوع يا ابن عمي،
قلت اتسلى وادور في الارض، يمكن الاقي بطيخه شويه كنتالوب. خلاص شاهين، ايوه يا ابوي. رجعه لمطرحه ونبه على المجاول بتاعه. اي نفر من الانفار هيجرب نواحينا هنقتله وندفنه في الارض. حاضر يا ابوي. قدامي واحمد ربنا انك راجع على رجليك. الغريب اعمى ولو كان بصير، وانا ليا عذري. مالكش عذر تمشي في الغيط من غير ما يكون معك حد من العيله. عندك حق، انا محقوق لكم، ما عادتش تتكرر. خلاص الحمد لله ان هي جت على كدك ده. اهدى اهدى، اياك تتكرر منك تاني او من حد غيرك. اوعدكم انها مش هتتكرر. انتوا ناس طيبين وفي حالكم، كل حلمكم ان انتوا تبنوا بيوت تلمكم، وده حقكم، ومن حقكم نخلص لكم البيوت دي بسرعه. تقرير واقف يا حضرة الضابط، واضح انك بذلت مجهود كبير. الحقيقه يا فندم انا عاشرتهم وشفت بيوتهم، وتاكدت انهم ناس شرفاء ومكافحين، ومناع هو املهم في حياه كريمه. انت فحصت اراضيهم كلها؟ واثق انهم ما بيزرعوش اي حاجه مخالفه، ولا سبق لهم زراعه اي مخدرات. انا فحصت التربه دي كويس، واضح انها ارض بكر، وكلفت مناع كتير لحد ما خلاها تدي محصول كويس. انا شايف ايصالات وفواتير للتجار، هم دول اللي اشتروا المحصول؟ وفي عند سيادتك الكميات والاسعار. اعتقد ان الناس بتشقى عشان تطلع من الارض محصول بالكميه دي، لازم يكونوا ناس كويسين وطيبين. عموما يا حضرة الضابط انا كده ارتحت، مع السلامه. تمام يا فندم. واجب اطمن الاستاذ توفيق على جوز بنته. الو. وانا في ايدي ايه اعمله يا حبيبي؟ لما يرجع بابا اقول له ما يسافرش تاني. هقول لو قال هيسافر تاني انا وتوفيق هنضربه لغايه لما يحرر. ربنا يجيبه بالسلامه. يا حسان يا توفيق. جده جه جده. كيفك يا توفيق يا عفريت؟ اهلا اهلا اهلا. معقول وحشتوني قوي. معقول يا بابا سيبوني في الظروف اللي انا فيها دي؟ ما هنش علينا نسيبك، معلش يا بنتي انا غلطان. لا ابدا يا حبيبي، انت عمرك ما تبقى غلطان. ازيك يا ماما؟ وحشتيني. ازيك يا حبيبتي؟ انا عارفه يا نور كان علينا بايه من ده كله. خلاص بقى عليا، قعدنا كام يوم في بيتنا ورجعنا تاني، ايه المشكله؟ ما تقول لبنتك حاجه وتطمنها على جوزها بدل ما شككتها فيه ولا هو كله عند وخلاص. في ايه يا بابا؟ مناع ماله؟ حصل ايه؟ زي الفل يا بنتي زي الفل. كان في شويه حاجات كده قلقين من ناحيته، لكن خلاص اطمنت وهطمنك على كل حاجه. غياب الضابط اللي عامل نفسه محاسب ده مش مريح قلبي، خايف اسال عنه الشك يدخل قلب المقاول. يمكن الرعب اللي شافه مننا خلاه يحرم يهوب يمة الارض كلها. وجايز ما يكونش ظابط ولا حاجه، ولما خاف على عمره طفش. لا، لو كان كلامك صح كان جاب سيرته او حتى عتبني، لكن ده بيتعمد يهرب من سيرته قدامي. على اي حال احنا نعمل احتياطنا ونريحوا بالنا. الشاي اهو. انا ادخل اقعد مع نسمه شويه، ولما تاجي ماشي نادم علي. ادخلي بس اياكي ما تناميش جوه. ولا تنام هيحصل ايه يعني؟ هي غريبه. خلينا في المهم. انا عاوز على سوهاج، عندي مشاغل كتيره هناك. توكل انت على الله، واحنا مش هنخلي مخلوق يهوب ناحيه النجع كله. انا ما عايش حد يعرف ان في حد عايش ورا الجبل من اساسه. لو كان الجدع المحاسب ده تبع الحكومه صح، يبقى لازم تستنى وسطينا لحد ما نعرف هو غار على وين. خايف يكون الطريق متراجم من الحكومه واحنا مش دريانين، واللي مخوفنا اكتر اني طالب سلاح من المحروق اللي اسمه بني ده، وما عرفش هيجيبه ميته ومن انهي طريق. وكتاب الله همام بيحبك وبيموت فيكي، وما طلقش مرته الا لما عرف انك اتطلقتي. وايه الفايده؟ وفاكر يعني ان مناع ولا عمي ناجي هيقبلوا يجوزونا لبعض؟ وليه لا؟ بكره نفوس الصافه، ما دام بقينا كل بمركب واحد ومصلحه واحده. على رايك اللي يخلي مناع يزرع الحشيش من تاني يخليه يوافق على اي حاجه بعد كده. عين العقل اهو كده التفكير. بس لو الناجي كله وافق انا ما اقدرش اتجوزه، ما اقدرش اخد راجل من على مرته وعياله حتى لو عشت من غير جواز طول عمري. يعني ايه؟ اقول له ما فيش فايده؟ لا، قولي لي يرد مرته يا زينه، مرته وعياله اولى بيه، ربنا ما يجعلنا من خرابين البيوت. على كده مش هتوافقي على الكلام اللي بعتهولك معايا. كلام ايه؟ هو في بينا كلام؟ واضح ان كان في زمان انه قال لي نفسه يشوفك في نفس المكان اللي كنت بتقابلي فيه، وده
ملوش غير معنى واحد، ان الكلام اللي اتقال عليكم صح. كلام ايه يا اختي؟ قطع لساني اللي يقول عني كلمه عفشه. قولي لاخوكي بعد عني يا زينه، يمين بالله لا اقول لاخويا مناع على العمايل السودا دي. واه حقك عليا بنت الناس، انا بلغتك الرساله وعقلك في راسك تعرفي خلاصك. مع السلامه يا اختي، وما عدتيش تعجب كلامك الماسخ ده. اللي اختشوا ماتوا. اللي ناقصه حاجه يا رجاله يتكلم، الوكل كتير وخربنا كتير. قول لرجالتك يشدوا حيلهم يا ريس، عايزين نخلصوا من هم المباني دي. اطمن يا ريس ناجي، كلها يومين ثلاثه وكل حاجه تخلص ان شاء الله. امال فين المحاسب اللي كان بيتنطط زي الكره الكفر؟ والله اديته حسابه وزعطته. زعطته ولا هو اللي مشى من روحه؟ والله يخاف على نفسه لما قرايبك زبطوه تجسس عليهم في الذره. قالوا لي، وانا جيت النهارده عشان اسم بدنه بكلمتين واعرفه ان البيوت لها حرمه. الله يحقق عليا، هو غريب؟ غريب؟ ومين تاني غربه في رجالتك؟ ولا مطمن لهم كلهم؟ لا رجالتي زنين ومفيش حد غريب ان شاء الله. واحنا كمان نعرف الاصول وزنين، والاصول بتقول ان اول مره تحذير، ولو اتكررت هيبقى فيها قتل. حد الله بيننا ما بين بيوتكم، احنا شغلنا نخلص ونتكل على الله. عجبتني، وادي بقية حسابك اها عشان تكمل شغلك معانا وانت مطمن ونفسك راضيه. راضي ان شاء الله. عم ناجي، لو في مصلحه ابقى شيع له. حاضر يا ولد اخوي. بارك الله فيك. شدوا حيلكم احسن من كده. يلا يا رجاله ان شاء الله. سلام، مع السلامه. وكل يا زرزور. انا يا سناجي. نسمة حبيبتي، وحشتيني قوي، وحشتيني قوي. كده يا همام، انا غلطانه اني جيت لك. ليه تقولي كده؟ طب ده انا حتى جيت قبل منك، بس كنت براقب المكان لا يكون حد شايفنا ولا حاجه. ما تخافش، انا واعيه زين، انا مش ناقصه حد يتكلم عني تاني. ينقطع لساني اي نفر يقول كلمه عنك يا بنت حسان. ده انا عمري في حياتي ما شفت اشرف ولا اطهر منك. علشانك دي اتهجمت عليا، كاني واحده رخيصه ملهاش كرامه. واه، مين قالك ده؟ طب ده اللي انت ما تعرفوش يا نسمه ان كرامتك عندي اعز واغلى من كرامتي. لو كلامك صح كنت صنت حرمتي. حاولت يا نسمه، حاولت لكن ما قدرتش اشوفك في حضن راجل تاني يا نسمه. انا طول عمري عارف ان انت ملك لوحدي، والدليل على كلامي ده ان ربنا حفظك ليا. وانا ربنا حفظني ونسيك انت؟ كفايه ان ربنا حفظ قلبي وما دخلتوش واحده غيرك. يا فرحتي بقلبك، معود لي وفضلك عيلين، والتالت في السكه في بطن جميله. ويعني هتجوزك واخلف منك 2 و3 و10 كمان، هنغلب في واكلهم ولا هنغلب في شربهم؟ وبعدين عيالك هيكونوا الاقرب لقلبي. عارفه ليه؟ عشان منك انت. ما تحلمش، مفيش حد عندنا هيوافق، لا اخوي مناع ولا عمي ناجي. يا حبيبتي انا عشان خاطرك اعمل خدي مداس المناع، واتنزله عن كبرانيه الناجع كمان، واكون اول واحد يطيع اوامره. خلاص منك ليهم تصطفوا، بس خد بالك
مناع اخويا اهون بكثير من عمي ناجي، وعايزاك لما تشوف اخوي تبقى تقول له على العشره اللي كانت بينكم علشان قلبه يحن ويوافق. يا نسمة يا حبيبة قلبي، أنا المهم عندي رضاك أنت، وإن كان على مناع حمليه علي، مالكيش أنت صالح، أنا أعرف كيف أقنعه. انا رضاي من رضا اخوي وما عنديش كلام تاني اقوله. رايحة فين يا خلع قلبي؟ هروح، انا مش ناقصه حدي وعالي والدنيا تخرب. طب مفيش تصبيرك دي على ما أشوفك تاني؟ اختش يا همام، بطل قلة حي. أنا قصدي يعني ياخد منك معاد تاني. لا انت مالكش امان، انا خاف على نفسي منك. تخاف على نفسك مني أنا؟ ده أنا أفديك براحة يا نسمة قلبي. بس وانا مش ناقصه حديد من اي مخلوق. ما حدش يقدر يتكلم عنك كلمة واحدة. تعالي تعالي يا حبيبة قلبي، تعالي. على مهلك على مهلك، كل يوم نسمة أنا هستناك هنا. اركبي. انت حر، عايز تستنى استنى، بس انا ما بجيش الا مره واحده في الاسبوع. اركب يا حبيبتي، منين ما تيجي هتلاقيني مستنيكي يا نسمة قلبي، يا نسمة روحي. تعالي يا نسمة، هوصلك للوادي. وصلني. يلا. السلاح دي لا يمكن يدخل لعيلة حسان حتى لو هيطير فيها رجال. لا اله الا الله، ده ايه الحديث الماسخ ده؟ ما بقاش الا انت يا شوقي عشان تتكلم نيابه عن البندريه. ما دام كبرنا مش موجود، اي راجل من العيله يدافع عن حقه. هو كان حد داس لكم على طرف؟ افهموني كلكم، السلاح ده مش للقتل، السلاح ده عشان نحس بالامان ونحمي نفسنا من الغدر والغدارين. وانا بالنيابه عن العبايده كلهم بقول ان السلاح ده مش هيدخل النشا الا اذا توزع علينا واحد بواحد. السلاح قدامكم اهو، واللي يقدر على ثمنه يشتريه. وعين لي الحديد ولا لا؟ السلاح ده سلاحنا وجاي لنا مخصوص ودافعين حقه بالمليم. وكتاب الله ما يكون السلاح دي هيتقسم علينا يا اطلع برا النجي. يا بندريه هتفوتوا عيله حسان تشتري سلاح تحطوا على رقابكم؟ يا اخوانا مش معقوله الفوضى اللي انتوا فيها دي. المفروض العائلات كلها تجتمع وتحدد ايه هم اللي عايزينه في هدوء وبعقل. وهي قاعد فيها عقل. اسمعوني كلكم وما عايزين شرط كتير. هما كلمتين هنقولهم ويبقى جزره وقطمها جحش. السلاح ده انا اللي طالبه وطالبه ليكم كلكم عشان تحموا بيه زرعتكم، مش عشان تقتلوا بيه بعض. يتقسم بالعدل منا. يا اخوانا السلاح ده جاي للنجع كله ومش هيتفرق الا في ساعه الخطر بس ويرجع يتلم تاني. بس السلاح ده لازم يكون تحت امر راجل واحد. لازم تجتمعوا وتختاروا مين هو الراجل ده. موافقين؟ موافقين. يلا اتفضلوا. نجتمع من غير كبرنا يا شوقي، استعجلوا من عند الجبل. لا، اياك تقعد هنا، ده مكان اخوي حسان كبير النجع. انا اسف، مش قصدي يا رجاله، مش قصدي. اقعد يا خواجه مع البندريه لحد ما همام يجي. ما تقولوا لنا جمعنا ليه ولا احنا مواشي؟ قول الجدع بيبطل تصوير، سيب المدعوك اللي في يدك دي. اصبر بس يا عم لحد ما همام يجي عشان الكلام يخلص مره واحده. اهو جاهو. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. حبيبي ما تاخذوش يا رجاله. حبيبي وصاحبي اقعد. اقعد يا همام. اتفضل يا عمي. دلوقتي اسمعوني كلكم. انا شايف 3 كراسي في الوسط كده، مش عارف دول بتوع مين. ده بتاع مين؟ حسان الله يرحمه. وده بتاع مين؟ بندر الله يرحمه. وده بتاع مين؟ عباد الله يرحمه. يعني كلهم ماتوا ومن ساعتها ما اجتمعتوش في المكان ده لان عيلة حسان سابت زراعة الحشيش، ومن ساعتها مش لاقيين حاجة يتفقوا عليها معاكم. كلام زين، لكن هم دلوك رجعوا لأصلهم،
رجعوا لاصلهم بس مش هنرجع زي زمان. احنا هنشيل الكرسي ده وهنشيل الكرسي ده، هيفضل كرسي واحد اللي هيقعد عليه هو اللي هيراعي مصالح النجع كله بدون تفرقه، وهيبقى هو ملك النجع. ومين اللي هيبدي عينه على علم؟ اللي هتختاروه هو اللي هيبقى ملك النجع. مفيش حد ينفع للكرسي ده غير واحد من الاتنين، يا اما مناع يا اما همام. صح؟ وكل عيله تختار واحد منها ونعود نختلفوا تاني. يا هو ده. وايه رايكم؟ انا بنفسي اختار مناع يكون كبيرنا، يكون ملك النجع كله. بس بطلوا حديث. كلنا عارفين قيمة مناع، هو الوحيد اللي بيعرف يطبخ الطبخة ويبيع الحشيش، وفوق ده وده عقله صاحي وواعي ومتعلم وحقاني. بالساعة دي يا مناع هتكون انت كبيرنا وملك الجبل. يعيش مناع ملك النجع! يعيش مناع يعيش مناع ملك النجع! يعيش مناع ملك النجع! أول هام بشكر صاحبي همام اللي فضلني عن روحه، وتاني هام لازم نصفي النفوس، وقبل ما ابقى كبيركم كلكم ونبقى عيلة واحدة لازم اجيب حق المظلوم. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. صدق الله العظيم. تقصد ايه يا كبرنا كلنا؟ اقصد ان العبايدة راح منهم 25 نفس غدر من البندرية، وانا حكمت على البندرية ونيابة عنهم همام يدفعوا 1,000,000 جنيه دية. ده اذا سمحوا العبايدة وجيب الدية ويستسمحوا. وانا نيابه عن العبايده بقول اننا موافقين على حكمك يا كبير النجع. يا قولك يا صاحبي، هترضى بحكمي ولا بلاش منها الكبرانية من أساس، وتفضل كل عيلة على حالها نفوسها طفحة المرار وشايلة الطار. طالما هنتصالح كلنا أنا موافق، هدفع الدية وأنا قدامكم كلكم بقول للعبايدة أنا محقوق لكم والمسامح كريم. ولد أبوك يا صاحبي، ولد أبوك. الله أكبر! الله أكبر! خلا وجيده في ايه يا زرزور ما تتكلم؟ سي مناع بقي ملك النجع. ايوه، وكلهم شايلينه فوق راسهم وبيلفوا به النجع. يعني ايه ملك النجع؟ يعني اشتراه بفلوس وبقى ملكه كمان؟ يعني حاجه كده زي كبير كبارات النجع. ايوه، وكلمته تمشي على الكل، حتى همام كبير البندريه. ايوه، ومحدش يعصاله امر. ملك. وهمام جبل بكده ما عرفش. في الاول عيلته كانت رافضه، لكن هو تنازل لسي مناع وقال اني اول واحد يطيعه، وفرض على عيلته كلها تطيعه قبل منه. وايه يعني؟ فطول عمري مناع وكلمته كانت بتمشي على همام وعلى ابوه وعمه دياب. لا ياما ده كان زمان، ايام ما مناع اخويا كان شايلهم في زراعه الحشيش وبيعه. ما هو ما دام رجعنا نزرع الحشيش من تاني يبقى الكل لازم يطيعه، يعني مش جميله ولا حاجه. طب ايه قولك اللي سي مناع حكم على همام يدفع 1,000,000 جنيه للعبايده ديه ويستسمحهم كمان. همام طوعوا في دي كمان؟ ايه اللي طوعوا حبه على راس كبير يا عبايده. لا ده يبقى الحكايه فيها إن. لا ياما سألين انا، لا إنا ولا حاجه. ده حتى همام طول عمره بيحب مناع وبيسمع كلامه من واحنا صغيرين.
مستغرب ليه مناع من اللي انا عملته؟ لأن خبرك زين يا همام، وعارف إنك ممكن تتمسكن لو ليك مصلحة عندي، إنما توافق كده. شوف يا مناع، الحق ما يختلفش عليه اتنين، وكل اهل النجع عارفين قيمتك زين، واولهم انا وعيلتي. يعني مش هترجع تعرضني تاني يا همام في أي حكم أحكمه؟ طيب يا مناع، انا هقولها ليك وقدام كل الرجاله دي، انت الملك يا مناع، وانا اول واحد هيطيعك، بس بشرط يا مناع صون كرامة عيلتي وتخليني الوزير بتاعك، والحكم يكون ليا في غيابك. ايوه، اكشف عن اللي في نيتك يا همام. ما انت عارف ان مناع بيسافر لسوهاج وبيغيب هناك لمدة طويلة، وفي الحالة دي هتقعد انت هنا في النجع تحكم وتتحكم فينا وتبقى انت الكسبان. طالما النجع كله يبقى عيلة واحدة أنا موافق، شرط إن عم ناجي يوافق على كلمتك في غيابي يا همام. ربنا يبارك لك يا ولدي، هذا الكلام ماشي وانا راضي. نقروا الفاتحة على كده. الفاتحة يا رجالة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين. امين. اضرب نار يا شوقي، اضرب نار يا شاهين. الحمد لله لك مسمنه. علينا يا رجاله. المهم نتقي الله في كل افعالنا. وربنا على الخاين والظالم وابن الحرام، والله المستعان. استاذن يا رجاله، عندي مصالح في سوهاج والحمد لله هنزل انا واطمن. وتعاود ميتة يا كبير. قبل الحصاد بامر الله. السلام عليكم. يلا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اضربوا نار يا ود. مع السلامة.